من الصورة دي عملنا التصميم ده. طب إزاي؟ لا يا جماعة، لا، لا، لأ، أنا هابطّل التصميم، خلاص يا جماعة، أنا هابطّل التصميم. إزاي أبطّل التصميم وأدوات الذكاء الاصطناعي ديّة موجودة؟ دي أداة يا جماعة سدريم. الفترة الأخيرة نانو بنانا كان البوب بتاعنا وخلاص طلعنا بيه السما وعملنا بيه فيديوهات، دلوقتي أداة سد است سدريم طالعة وبقوة وبشكل يخوّف جدًا. يا جماعة حرفيًا أنتم عارفين إن الملامح هي، وإحنا مغيّرين المنظور حرفيًا قوة في الذكاء الاصطناعي. سدريم اتغلِّب بشكل قوي جدًا على النانو بنانا القوي أصلًا. طب تعالَ نشرح النهارده فيديو النهارده إزاي نعمل صورة مصغّرة للمدرسين، صورة مصغّرة احترافية للمدرسين. يالّا نقول بسم الله ويالّا بينا. أول حاجة هنروح للموقع بتاعنا، والموقع اللي إحنا هنولِّد من خلاله الصورة، وهو موقع GeniSpark. موقع GeniSpark بإذن الله هتلاقي اللينك بتاعه في الdescription. الموقع سهل وبسيط جدًا. في الأول هتعمل تسجيل دخول، بعد ما تعمل تسجيل دخول هتدوس على أداة هنا new. الnew ديّة هتروح هي اللي أنا محتاج اللي أنا أولِّد صورة بالذكاء الاصطناعي. بعد ما أضغط عليها هيطلّع لي دي، هتدوس هنا على توليد الصورة، هتلاقي اللي هي مكتوب عليها نانو بنانا، اضغط عليها. هتغيّر النانو بنانا دي لأداة أهي السدريم. وهنا في ميزة في الموقع بتاع GeniSpark. الموقع بتاع GeniSpark فيه ميزة المساحة والحجم اللي أنت عايزه. يعني أنت الناس اللي بتواجه مشاكل في الحجم والكلام ده، لأ، من النهارده موقع GeniSpark بيقدّم لك المقاس اللي أنت عايزه. فأنا طبعًا هاختار 16:9 اللي هي الlandscape عشان ده مقاس بتاع اليوتيوب. تاني حاجة هنروح ناخد الصورة اللي إحنا عملناها، اللي هي الصورة بتاعة مستر رضا الفاروق. هنبتدي دلوقتي إن إحنا نكتب prompt للي إحنا عايزينه، والprompt بتاعنا كنت أنا كاتبه، فمش عايزين نطوّل تاني في الprompt. وهو أنا قُلت له اللي أنا عاوز شخص يقفز من الطائرة، وأنا عايز أدمج ما بين اللونين اللي موجودين في عجلة الcolor wheel، وهي اللون الأورنج مع اللون الأزرق. يعني إحنا لو جينا رجعنا تاني للتصميم، اللون الأورنج أهو مع اللون الأزرق، بيعمل اللون ده بيبقى كَلْش كده أهو، بيجذب العين أوي. فزي ما قُلت لك حاجة يعني إيه أعرفها، دايمًا اللون اللبني دوّة مع أو اللون الأزرق مع اللون الأورنج بيعمل يعني بيعمل إن التصميم بيتجذب للعين بشكل كبير جدًا. فأنا قُلت له أنا عايز شخص يقفز من الطائرة. ادّيني prompt شخص يقفز من الطائرة ببدلة برتقانية ويظهر على وجهه الحماس والانفعال أثناء السقوط. وأنا عايز المنظور طبعًا عشان هو بيقع، فأنا عايز المنظور إيه، منظور سفلي. وعايز هو يعني أنا ضِفت كمان بعدسة الfish eye اللي هي عدسة عين السمكة. وعايز السما زرقاء صافية مع بعض السحب الديناميكية. قُلت له أنا عايز سما، راح هو ChatGPT زوّد لي الحتّة دي. أنا قُلت له بس هي الفكرة كلّها زي ما قُلت لكم أنا عايز أهو كلام، أنا عايز سما زرقا ومنظور لهذا التصميم منظور سُفلي، يعني الدودة وريد إن تخرج من حقيبته باراشوت، زي ما أنتم شايفين في التصميم أهو، في باراشوت. تمام، مش شرط اللي هو يظهر بشكل كامل. نرجع تاني للprompt. فخلاص بعد ما عملت كده أهو، أخدت بقى الprompt بتاعنا أهو دوست copy وأروح على الGeniSpark، أروح من هنا بقى أهو، وأدوس هنا control V. نعرف بس نقطة، هو بيطوّل شوية عن النانو بنانا، يعني هو ممكن يدخل في سكة من 20 ل40 ثانية، من 20 ل40 ثانية. يعني أهو، هو داخل في ال50% ولكن بياخد سكة بيطوّل شوية. هو أنا لاحظت إن هو بيطوّل شوية. فنستنى وهتلاقي النتيجة بإذن الله طلعت اللي إحنا عايزينها. وبس كده، هو تلاقيه طلّع لك النتيجة دي يعني حرفيًا نفس نفس الوِش بالضبط يا جماعة، نفس الوِش بالضبط. ممكن لو أنت حبّيت ما حبّيتش النتيجة، ممكن ترجع تاني لChatGPT وتقول له ضيف لي الحاجة اللي أنا يعني مثلًا أنا عايزه قريّب من الكاميرا، ولكن أنا مش محتاج كل الكلام ده. أنا ممكن أحمّل الصورة وأبتدي اللي أنا أعدّل عليها بقى بطريقتي. أنت زي ما قُلت لك ممكن تطلّع كذا نتيجة، هتطلّع كذا نتيجة وتختار الأفضل ما بينهم. أنا بعد ما أعمل كده، أروح على الجزء اللي هو بتاعي، الجزء اللي هاصمم عليه، آخُد الصورة اللي هي دي. تمام. وابتدي اللي أنا مثلًا إيه، هاكبّرها شويتين كده أهو.
تمام، بعد ما كبّرتها خلاص أبتدي اللي أنا أشتغل بقى على التصميم. ميزة stream يا جماعة اللي هو الquality بتاعته ما شاء الله الله أكبر عالية، يعني حاجة عالية جدًا. أنت ممكن تعلّيها كمان مع نَفْسك من أداة upscale، ولكن أنا شايف إن الquality مقبولة كويسة حلوة جدًا. هنبتدي اللي إحنا نبتدي اللي إحنا بقى نشتغل على التصميم بتاعنا. نيجي بقى نبُص على الحاجات اللي إحنا عاملينها هنا أهو، وإيه اللي إحنا عملناه علشان نعمله في الجزء التاني. أول حاجة طريقة الكتابة بتاعتنا اللي هي قفزة البلاغة، إزاي نكتب قفزة البلاغة ونعمل الأجزاء دي. هنروح على التصميم، طبعًا نكتب المرّة دي في الجزء دوّة لإن ده الجزء اللي فاضي. هنكتب إمم، قفزة، نكتب قفزة لوحدها. تمام، ونروح نختار الfont اللي أنا هاسيبه لكم برضه في الdescription واللي أنا سِبته لكم في الحلقة اللي فاتت، لو حد ما اتفرّجش عليها. طبعًا إحنا عاملين يا جماعة الplaylist ديّة فيها كل ما تتخيّلوا عن الصور المصغّرة، فاتفرّجوا عليها كورس مهم جدًا، جدًا هينفعكم. هنكتب قفزة في قفزة الثقة، قفزة البلاغة. ماشي، هنعمل قفزة ونكبّرها كده شوية، ونكتب هنا البلاغة، نجيبها بقى تحتيها بالضبط. ممكن تبقى كده أهو، ودي ندّيها وحدة كشيدة. تمام، عشان تبقى بنفس حجم البلاغة دي. أوكي، ممكن نقرّبها سِنّة بس. هتيجي بقى هنا تضغط على البلاغة دي وندّيها درجة من درجات اللون الأورنج ولكن unsaturated شوية، يعني في الحتّة دي. تمام، أوكي، نطلّعها برضه فوق شوية. هنيجي الاتنين دول نعملهم أهو shift الأولى مع التانية، يعني shift وأنا دايس على الأولى، shift التانية convert to smart object. هنضغط ضغطتين، هنبتدي اللي إحنا نعمل stroke اللي هو اللون دوّة، اللي هو يعني not black and not saturated، يعني أنتم فاهمين الفكرة؟ مش لون أسود أوي، اللي هو فيه سِنّة بُني. ندوس هنا، شوف الحجم بس كده مضبوط اللي هو الsize بتاعه وندوس أوكي. هنيجي بقى تحتيه هنعمل new layer. تمام، هنيجي نعمل flow طبعًا على 100% والhardness 100%. نبتدي اللي إحنا نملى فراغات باللون البني دي. تمام، ممكن برضه هنعمل زي كده أهو، نملى دي، ودي برضه ممكن نملاها كده أهو، ودي كده أهو. حلو كده يا جماعة، حلو جدًا. هنروح هنعمل بقى الاتنين دول shift convert to smart object، نضغط ضغطتين، دوسينا stroke ونخلّيه مثلًا باللون الأورنج كده أهو، نخلّي الsize كده أهو كويس. تمام، تمام. طبعًا دي برضه ممكن أعملها smart object. نيجي دي نعملها مثلًا كده أهو. إزينا لوحة إزاي؟ بادوس على الcontrol باضغط هنا على الcontrol دي وأعملها مثلًا كده. تمام، تمام. أنزّلها تحت شوية، ممكن أطلّع الصورة دي فوق شوية. تمام، جميل أوي. جيت بعد كده جِبت اللي هو الlogo بتاعه اللي هو اللواء. تمام، وكبّرته مثلًا كده أهو، مش أوي كده، في الجزء اللي هو ده، الجزء اللي في الخلفية، اللي هو هنا. تمام، وأدوس هنا على الشخص طبعًا وأعمل هنا select subject. تمام، أروح بقى على الصورة اللي هي بتاعة اللواء دي وأعمل هنا mask، وأدوس control I عشان أعكس الmask وأخلّيه تحت الكلمة، وهنا هاخلّيه overlay وبعد كده هاقلل في الopacity جامد، يعني هاخلّي الopacity كده أهو. ممكن أروح بعد كده أروح على filter وأروح أدّي هنا cache blur، يبقى كده أوكي. تمام، تمام، جميل أوي. ممكن نطلّع دي بس الكلمة لفوق. هنبتدي اللي إحنا نعمل new layer فوق الكلمة، نجيب الbrush tool بتاعتنا، نجيب اللون اللي هو أبيض، نعمل كده أهو، نقلل hardness ونخلّي دي overlay ونضرب كده ضربة.
تلاقي اللي هي إيه بتدّيك اللون الأصفر دوّة، ممكن نقلل شوية في الopacity تحس إنها بتتعمل gradient، ونروح بعد كده نعمل new layer ونيجي هنا ده هناخد اللون الأورنج يعني مثلًا اللي هو لابسه دوّة، ولكن نطلع سِنّة على الأورنج أوكي، ونخلّيها مثلًا screen. تعالَ بقى كده يا معلم نضغط هنا ضغطة، ممكن هنا ضغطة، هنا ضغطة، هنا يعني كده تمام، حلو أوي، جميل أوي. هنيجي بعد كده نجيب أداة الpen tool بتاعتنا نعمل new layer، مثلًا هنعمل دي كده أهو، وإحنا معلمينها على pass تمام، ندوس هنا alt نلغي دي، ونعمل دي كده أهو، يعني شكل جمالي والله، يبقى بيدّي شكل كده، نعمل بعد كده نضغط هنا shape، دي ندّيها مثلًا نفس درجة اللون، ممكن درجة اللون دي أو الأبيض، خلّيها أبيض هنا، بُص عندي فكرة، خلّي دي أبيض هنا ونحرّكها مثلًا كده أهو، تمام، هناخدها برضه تاني نخلّيها في الناحية التانية بس أكيد مش هتبقى أبيض، هنشقلبها معلش، نشقلبها كده أهو مثلًا وأقرّبها شوية، هنضغط ضغطتين هنا ونغيّر اللون مثلًا نخلّيه اللون اللي هو اللون ده أو اللون ده عادي، أوكي، أوكي، نعمل كده أهو شكل كده حلو بيبقى بيدّي الكلمة الكلمة شياكة شوية، شايفين المنظر؟ المنظر يعني ما شاء الله كويس جدًا، تمام، نبتدي بعد كده نجيب اللوجو تمام، اللوجو بتاعنا هنبتدي اللي إحنا هنحطه مثلًا، عايز تحطه من هنا مثلًا ونضغط ضغطتين نعملها color overlay تمام، ممكن ناخد نشوف درجة اللون الأفضل، وأنت عايز اللون الأورنج ده ندوس أوكي، ممكن نعملها كده أهو تمام، ممكن نحط بقى اللوجو تحت الكلمة بالضبط، شوف المكان المناسب ليك وحُط فيه الكلمة، تمام، تمام جميل أوي، هنيجي بقى تحت تحت اللي هي الأورنج ديّة عايز أدّي سِنّة يعني تركيز أوي شوية على الشخص، ده بيتعمل إزاي؟ بنعمل دي اللون الرصاصي تمام، بعد ما نعمل اللون الرصاصي هتروح هنا على الgradient عادي هتلاقيها اتعملت معاك، ونعمل زي fade كده من تحت، خلّي دي باللون الأبيض اللي هو اللوجو بتاعه، أوكي، أوكي، بس عملنا زي دي بتعمل تركيز شوية على الشخص، تحس اللي هو إيه، تدّي fade للشخص، ممكن بعد كده نروح نعمل new يعني new layer نجيب هنا الbrush tool بتاعتنا، وبرضه نخلّيها باللون اللي هو الرصاصي دوّة، بس غامق، وهندّي زي sorry ممكن أقل شوية في الflow، وإحنا مقللين على الhardness هندّي مثلًا إيه، تركيز شوية كده أهو، قبل بقى تمام، تركيز شوية على الشخص، أنا عايز يبقى التركيز برضه على الكلمة والشخص، مش عايز التركيز على حاجة تانية، فاهمين الفكرة؟ في بقى كذا فكرة أنا عملتها هنا أهو، يعني طبعًا أجيب مثلًا الاسم بتاعه أستاذ اللغة العربية، مثلًا أحطه هنا. تمام جميل. ممكن أعمل بقى إزاي أنا باعمل اللي هو إيه، حوار اللي هو ماسكه في إيده دوّة، اللي هو زي الروب ده، اللي هو الحبل. هنيجي مثلًا هنا باجيب الpen tool شرحتها قبل كده وهاشرحها لكم أهو تاني. خلّيها بقى تحت الكلمة اللي هي بتاعتنا دي، اللي هي الكلمة فين؟ أهي، دي أهي كده، ماشي. أجيب هنا تحت ما بين الكلمة هاعمل new layer. مثلًا أنا هاعمل زي curve كده أهو، كده أهو، كده أهو، مثلًا كده أهو، كده أهو، كده أهو. بس كده. بعد ما أعمل اللي هو الكيرفات دي اللي أنا عملتها، طبعًا اللي حابب كده يعمل، اللي مش حابب خلاص ما يعملش. باروح على الbrush tool وأصغّرها كده أهو، أقلل شوية في الsize أخلّيها مثلًا وليكن على ماشي لأ، ممكن نخلّيها على
ماشي. لأ 28 كبيرة شوية، ممكن نخلّيها على ال21. بعد ما نخلّيها على ال21 ماشي، هاضغط بقى هاروح بعد كده على الpen tool واضغط هنا على كليك يمين، هاروح على الpen tool واضغط هنا جوّه أي نقطة هنا كليك يمين واعملها stroke path، دوس أوكي. طبعًا أنا في هنا غلطات غلطتها، إيه هي؟ تعال بقى على الbrush tool flow ديّة خلّيها 100%، كليك يمين الhardness تخلّيها على مثلًا وليكن 90، أوكي، ودي طبعًا تخلّيها مثلًا باللون الأورنج ده، اللي هو دوّة، ممكن نطلع فوق كده شوية، أوكي، تضغط بقى على الpen tool تاني وتيجي على أي نقطة جوّه المساحة بتاعتك تخلّيها stroke path وندوس أوكي، هتلاقيها عملت لك اللي هي الشكل ده، تمام، هتروح بعد كده خلّي دي selection وندوس أوكي وندوس control D. خلاص عملنا المنظر ده حلو جامد جدًا يعني. ممكن تجيب بعد كده الbrush tool شيل مثلًا إيه من الجزء اللي هو اللي على الشخص، تمام، اللي هو ده، مثلًا هي معديّة كده أهو، فعدِّت من ورا إيده وجات هنا أهو، الجزء الباقي. تعالَ بقى نشيل بقى الكلام ده، نضبطه. ماشي، كأنها معديّة من ورا إيده ودخلت برضه من ورا ضهره وجات كده طلعت من ورا إيده مثلًا، ودي جات كده أهو معديّة من ورا شوية رجله، أوكي. ماشي، كأنها معديّة من ورا رجله وجات. بس هي بتدّي شكل وعمق كده حلوة جدًا للتصميم، اللي مش حابب يعملها ما يعملهاش يعني عادي براحتكم يعني. ممكن دي برضه تشيل من عليها، X كده نضبطها بس، تمام، كده شِلنا من عليها، عملنا شكل حلو. دوس هنا Shift Control Alt E بقى وروح على Camera Raw Filter واضبط دنيتك. شوف أنت عايز تعمل مثلًا إيه بالكتابة، طبعًا إحنا عاملين كده Camera Raw Filter بالكتابة. ممكن نزوّد دي كده شوية في الtexture، وهنا الcontrast نعدّيها شوية exposure مش أوي، خلّيها مثلًا على 10 مثلًا، ندّيها مثلًا قيمة هنا، ممكن نخلّيها 0.8، أوكي، تمام. ممكن الblacks نقلل شوية في الblacks بحيث إن إحنا نزيد دي، الvignette شوية vignette، أوكي، sharpen أوكي نزوّدها شوية، noise reduction نزوّدها. شوف لو أنت عايز تدّي شوية، بُص دي بتدّي حاجة حلوة أوي للتصميم، تحس اللي هو بيطلّعوا زي اللي هي الfish eye عين الfish eye، ممكن ندّيها -4، بُصّوا كده قبل، كده بعد، أوكي. كده إحنا كده أهو يعني إيه، ممكن لو أنت حابب مثلًا إن أنت تكبّر دي كده سِنّة، سِنّة بس، أوكي. كده بس التصميم بتاعنا خلص، والتصميم سهل وبسيط جدًا، وأتمنى اللي هو يكون نال إعجابكم، وتصميم حرفيًا خفيف جدًا. طبعًا ما تنسوش المتابعة والمشاركة والاشتراك واللايك. كان معاكم محمد قيّم، ومع السلامة.